عندما تصل الرغبة في الحصول على التكنولوجيا الحديثة إلى حد الانحراف، تفقد القيم الأخلاقية والإنسانية معناها. فقد أثارت قضية أسرة تبيع طفلها الرضيع لشراء هاتف آيفون صدمة وغضبا عميقا في الرأي العام. في هذه الحادثة المروعة، قامت أسرة بالبيع القذر لطفلها لسيدة غنية بهدف الحصول على الأموال لشراء هاتف ذكي فاخر. هذا الفعل اللا إنساني يسلط الضوء على الانحراف الأخلاقي الذي ينجرف إليه بعض الأفراد في سبيل الرغبة الفاحشة في التكنولوجيا. عندما تم الكشف عن هذه الجريمة المروعة، فإن القانون العادل والمجتمع الراشد لن يتهاونا في محاسبة المتسببين في هذا الفعل الشنيع. وقد أسفرت التحقيقات عن إلقاء القبض على الأسرة التي باعت الطفل البريء، ومن المتوقع أن يواجهوا عواقب أفعالهم القذرة. يجب أن تكون حالات مثل هذه نداء للتفكير العميق في قيمنا الإنسانية وأولوياتنا كمجتمع. الأطفال ليسوا سلعا يمكن بيعها لتلبية رغبات الآخرين. يجب علينا جميعا التمسك بالقيم الأخلاقية وحقوق الإنسان، والعمل على منع ومحاسبة أي انتهاكات لهذه القيم، سواء كانت في سياق الرغبة في التكنولوجيا أو غيرها من المجالات.